ياسمين عز رجعت للملاعب تاني ومسكت رضوى الشربيني وشرشحت لها وقالت لها مفلفلة ومولعة مني ليه وانتي مش ست أصلا. وأسلوب الردح للرجالة والصوت العالي مخلاش راجل يكمل معاكي وعنستي. الخناقة بين ياسمين عز بعد ما هديت رجعت ولعت تاني، بس المرة دي غير كل مرة. ياسمين داخلة سخنة على الآخر ومسكت رضوى الشربيني وفرشت لها الملاية وهاتك يا ردح. ياسمين كانت موقفة برنامجها فترة، وأول حاجة عملتها لما رجعت مسكت في خناق رضوى الشربيني وطلعت لقحت عليها وقالت الحمد لله إن ربنا شغلني بنفسي مش بغيري، وده اللي مخليني مبسوطة. وقالوا لنا زمان حكمة رائعة، يا محلي المبسوطة قدام المشعوطة. والمبسوطة كلنا عارفينها، والمشعوطة يعني متشعوطة كده، لا على حامي ولا على بارد، مفلفلة كده اللهم احفظنا. وكملت تلقيح عليها وقالت وانا لما اتكلم على الكرامة بين الزوج والزوجة هو انتي زوجة؟ لما اتكلم عن الراجل والست هو انتي ست؟ هو انتي ست من اللي انا اقصدها؟ اطلاقا خالص. فلو انتي ممغوصة من نجاحنا خدي مسكن، واذا انتي مشعوطة من كلامنا خدي مهدئ. حابة تكوني ند بند وراس براس عوزي، حابة تكوني مسترجلة حبي. في كل الأحوال النوعية دي بتعص في العالي والردح للرجالة والتحريض على خراب البيوت حاسبني على القسم الرجالي. فلما تجيلك واحدة مش شعوطة معقدة في الحر ده تجاربها فاشلة من جماعة الست تبات بره بيتها من غير إذن جوزها ومن غير ضابط ولا رابط. عارفين الهاجس اللي بيبقى عند المريض اللي بيبقى عنده تجربة فاشلة فعايز يخلي كل الستات فاشلة زيه، فتتشعوط قوي من جملتي إن مفيش كرامة بين الزوجين، ومن كتر الشعوطة تاخد الجملة بتاعتي وتعمل حكايات وروايات وتعمل منها حلقات. ووجهت لرضوى سؤال وقالت إيه دخلك بالمتجوزين؟ إيه حشرك بس بالمتهنيين؟ إيه علاقتك بالحنية والبنات المتهنية؟ المنطقة دي محظورة، المنطقة دي كلها دلع وحنية وستات متهنية. لو جيتي هنا هتتحرقي يا ماما. إذا انتي ممغوصة من حيلكم الشعوطة احنا مالنا؟ حشرة نفسك معانا ليه؟ مركزة معانا ليه؟ كرامتنا واحنا حرين فيها، اجوازنا واحنا حرين فيهم. وهجمتها أكتر كمان وقالت لها لو شطبتي أو خلصتي محتوى دوري تاني، يمكن تلاقي عقدتين تجوزيهم لبعض يخلفوا عقدة صغيرة تكملي بيها المحتوى وتخربي بيها باقي البيوت العمرانة. دي مش مشكلتنا ولا محتوانا. وطلعت حذرتها وقالت لو ما لقيتيش من عندنا ما تنغشيش، ومن محتوانا ما تغشيش، وعلى شغل غيرك ما تشتغليش، وعن صوت الجهل وأنت أهله ما تتكلميش، وفي الدين ما تفتيش، وعن رضا الرجال ما تحلميش. ولو قلتوا عن الراجل لا يجوز يبقى علشان نرجع ونغازل ونقول يجوز. وعموما بشكل عام أي حاجة فيها جوز اطلعي منها. وختمت وصلة الردح وقالت لها قلتلك قبل كده من دق الباب لقى الجواب. وفي قانون بتاع نيوتن زمان كنا بندرسه بتاع الفعل ورد الفعل، بيقول لكل فعل رد فعل معاكس له في اتجاه ومضاعف له في القوة محذرا له من الرجع، وإن عدتم عدنا وإن قلتم قلنا. العركة بين ياسمين عز ورضوى الشربيني ما خلصتش، دي لسه بتبتدي. ورضوى مش هتسكت على كلام ياسمين وهتطلع ترد وهيطلعوا يشرشحوا لبعض تاني، وكيد النسا هيشتغل وسيرتهم هترجع تاني على كل لسان. بس هل يا ترى رضوى هتطلع فعلا ترد عليها ولا هتجيب ورا وتسكت؟ ده بقى اللي هنعرفه الأيام الجاية. بس المؤكد إن ياسمين مش هتسكت، لأن أي حد بيجيب سيرة الفرعون الصغير بتاعها ما بتسكتلوش. قولولنا انتم بقى، انتم مع مين؟ مع ياسمين عز ملكة الرجال ولا رضوى الشربيني أسطورة الستات؟